كان يا مكان أيامنا أيام زمان، نصلي على النبي ونبدأ الكلام في مش بودكاست لما وفوانيس. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخريجة معانا. لما وفوانيس وعيال بتهيس. على طول اسمع انا عن نيللي وشريهان بس انا ما حضرتهمش. لا، نيلي بقى عظمة الفساتين وعظمة الرقص والاستعراض والغنى، ده كان بيكتب لها صلاح جاهين ويلحن لها سيد مكاوي. وبعدين كانت ابتدوا ان هم سنة 75 اول فوازير لنيلي كانت صورة وفزور، 76 صورة وفزورتين، 77 صورة وثلاث فوازير، 78 صورة و30 فزور. بس تقريبا دول ما اتشهروش قوي. بدأت بقى تتعرف من سنة 79 مع فوازير أنا وأنت فزور، كان في جهاز اسمه التنبوكة، وبدأت بقى تجيب فنانين يحضروا معاها في التصوير. على فكرة عمرو دياب غنى في واحدة منهم. سنة 80 عملت عروسة، 81 عملت الخطبة، وطبعا مع حسن عفيفي هو كان مصمم الاستعراضات، الأستاذ فهمي عبد الحميد المخرج، وكانوا بيعملوا لنا حاجة ما حدش بيتحرك من بيته اما يخلص الفوازير، ويوم ما تبتدي الفوازير يبقى رمضان ابتدى. دخلنا بقى على الجوائز. جوائز بقى كانت في الفوازير نيلي بدأت تاخد سكة تانية، بدأت تبقى عربية، شقة، حاجات كبيرة جدا. مرة كان في عربية بي ام دبليو وكسبها مواطن، وبعدين بعد ما كسبها قالوا له هتعمل ايه؟ قال لهم هعملها تاكسي، وبي ام خدت منه العربية وادت له تمن. دي كانت من اشهر الجوائز. ما تجيبش شيء يا عصام بقى. ما تنسوش تدعوا لنا. سلام. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخريجة معانا.